فهنستخدم هنا استضافه الجيت هاب علشان نعمل حاجه زي كده. هنروح اول حاجه خالص على الجيت هاب اكونت بتاعنا، ولو مش عامل اكونت على جيت هاب ابتدي اعمل اكونت على جيت هاب علشان ترفع عليه المشاريع بتاعتك، وكمان تستخدمه كاستضافه مجانيه في المشاريع اللي هي بتاعه ال HTML وال CSS وبعض المشاريع التانية كيسز، زي مثلا لما ان شاء الله تتعلم الفريم ورك نيكست جي اس هتستخدم فيرسيل او رياكت. يعني تفاصيل كتيره جدا مش عايز ادخلك فيها دلوقتي. خلينا نخش على الريبوز الموجوده عندنا، وبعد كده هنعمل نيو. هنا هتكتب اسم الريبو بتاعك، فهنقول مثلا ان هو تمبلت كورس مثلا لل HTML وال CSS. فبيسالك بعد كده انت هتكتب ديسكربشن ليه، فهنسيب الديسكربشن فاضيه. بيقول لك بابليك ولا برايفت، فهنقول ان هو بابليك. بعد كده بيسالك هل انت عايز ملف ريد مي خاص بيه. ملف ريد مي ده باختصار شديد هو عباره عن ملف بيتحط في المشروع بيوضح المشروع ده بيتكلم عن ايه، اللينكات الخاصه بالمشروع، تفاصيل كتير قوي. فهنقول له ماشي حط لي ملف ريد مي مفيش مشاكل، ونبتدي ان احنا نعمل كرييت ريبوزيتوري. تمام جدا كده، انت بقى عندك ريبو او مستودع موجود على الجيت هاب خاص بالمشروع بتاعك. هنبتدي نعمل ايه؟ هنرفع المشروع بتاعنا على الجيت هاب بالمنظر ده كده، دراج اند دروب كومنت للتشينج بتاعت الريبوزيتوري بتاعنا. طيب ركز بقى معايا في الخطوات اللي جايه دي، علشان دي بقى الخطوات كده احنا رفعنا المشروع نفسه، ولكن احنا محتاجين بقى الخطوات اللي هتخلينا نخلي المشروع ده ليه لينك او استضافه نفسها على الجيت هاب. هنخش على السيتنجز او الاعدادات، وبعد كده البيجز الموجوده هنا، ثم على البرانش، وهنخلي كلمه نال ديت مين، وبعد كده هنعمل سيف وهتنتظر دقايق، وبعد كده هتعمل ريفرش. هيبتدي يظهر عندك اللينك اللي المفروض هيكون موجود عليه السايت بتاعك. هندوس بعد كده على الفيزيت السايت، هيبتدي السايت يظهر عندنا بصوره كامله وشامله زي ما احنا خلصناه بالظبط.